السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم اليوم لنسافر إلى مدينة مكناس المغربية لنقف على بعض أسرار سجن قارة المبني تحت الأرض. فهذا السجن الغريب والرهيب تم بناؤه في أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، وأمر ببنائه السلطان مولاي إسماعيل الذي حكم المغرب في الفترة ما بين 1672 و 1727 للميلاد. واشتهر هذا السلطان كما هو معلوم باهتمامه بتشييد التحصينات، منها بناء جدار طويل يحمي مدينة مكناس، وأيضا سجن قارة الذي اشتهر بتصميمه الغريب والقصص والأساطير الغامضة التي حيكت حول هذا السجن تحت أرض الغريب. فقد تم تصميم السجن بطريقة هندسية عجيبة على شكل متاهة بها الكثير من الممرات والسرادب والأقواس المتداخلة والمتشابهة في نفس الوقت، إذ لا يبدو للمكان نهاية، وحتى العودة إلى نقطة البداية غير ممكنة. فتشابه الأقواس وغياب النوافذ يجعل السجين يحس كأنه يدور في حلقة مفرغة، فلا يعرف نقطة البداية ولا النهاية. فالسجن كما سبق القول عبارة عن مبنى تحت الأرض يتشكل من أقواس وسرادب لا تنتهي، وليس فيه أبواب أو نوافذ، وكان السجين لا يدخل من بوابة الزنزانة مثل باقي السجون، وإنما يلقى به من فتحة تجاد في سقف البناية إلى الأسفل ليقضي ما تبقى من حياته في هذا السجن الغريب. وتقدر مساحة السجن بعشرات الكيلومترات، ولا أحد استطاع أن يكتشفه ويحدد مساحته حتى الآن، حيث يقال أنه يتشعب تحت مدينة مكناس كاملة. فلا توجد تقديرات محددة لمساحته، كما تغيب عن الخزائن التاريخية مخطوطات توثق لتصميمه، لكن تتناسل الروايات والشائعات حول وجود مخرج له في مكان ما خارج المدينة، وهناك من يقول أن مخرجه يصل إلى مدينة تازة. وقد تعددت أوصاف تصميم سجن قارة المتاهة ذات التصميم الرهيب الذي ينعت بأحد أكثر السجون رعبا وفتكا في العالم، ليس خلال فترة حكم السلطان مولاي إسماعيل فقط، بل وحتى من بعده. فهناك من يصف تصميم سجن قارة بالمتاهة، وهناك من يصفه بالسرداب الذي لا نهاية له، وهناك من ينعته بالدهليز الذي لا أبواب ولا نوافذ له، وهي كلها نعوت وتسميات تنطبق على هذا السجن الغريب. وسبق لمجلة زمان المغربية التي تهتم بالتاريخ الاجتماعي للمغرب أن أنجزت دراسة عن هذا السجن الذي يعد حسب المجلة المذكورة من المنشآت الغريبة التي يثير شكلها وهندستها في نفسية كل من يراها كثيرا من الخوف والهلع، كما أن حدوده ومساحته يصعب إدراكها، فقد أقيمت بالكامل تحت الأرض وعلى مساحة لا يتردد البعض في الاعتقاد أنها تستغرق مدينة مكناس كلها أو تتجاوزها لتمتد عبر عشرات الكيلومترات تحت الأرض. وهو مكون من مرات ودهاليز تتخذ هيئة متاهة، لا أحد يستطيع سبر عمقه واستكشاف خباياه، لأنه مسكون بأرواح شريرة أو بلعنة من كانوا يعانون مآسي الأسر والسجن داخله. فمن دخله ضل طريق العودة، ولا أحد دخل هذا المكان ثم خرج منه حيا. وتتطابق الرواية التاريخية في التأكيد على أن هذا السجن التاريخي ليس سجنا بالمعنى التقليدي، أي إنه لا يتوفر على أبواب حديد أو نوافذ أو ما شابه ذلك من المرافق التي تكون عادة في أي سجن، ولا يشبه سجن قارة أي من سجون العالم، فهو بلا أبواب فعلا ولا نوافذ
ولا حتى أقفال أو أغلال أو قيود، ولا تحيط به أسوار، ولا يوجد هناك عسس وحرس، فهو مساحة ممتدة تشبه المتاهة بشكل كبير، حيث يؤدي كل دهليز إلى دهليز آخر، وكل ممر يؤدي إلى ممر يشبهه، وكل غرفة تؤدي إلى غرفة أخرى تشبهها، لتشتبك الممرات وتتكاثر، فلا يقدر السجين على الفرار أو الخروج منه مهما كانت فطنته. ولعل ما يفسر عدم وجود أبواب أو أقفال أو نوافذ هو أن الحبس يوجد تحت الأرض أولا، وأيضا لأنه عبارة عن أقبية متداخلة ومتشابكة، حيث إن الداخل إليه لا يستطيع الخروج منه بحسب ما يقال عن هذا المكان الغامض. وتفيد رواية تاريخية بأن هذا السجن كان يأوي تحت الأرض السجناء والعساكر الأجانب، وفوق الأرض كانت توجد قاعة يستقبل فيها السلطان المغربي سفراء الدول ويتفاوض معهم في شأن إطلاق سراح معتقلي بلدهم، دون أن يدركوا أن هؤلاء موجودون تحت أقدامهم. وتختلف التفسيرات بخصوص اسم هذا السجن الغريب الممتد تحت الأرض وسط مكناس بقارة، ويقال أن قارة هو اسم أسير برتغالي، وكان مهندسا بارعا، فطلب منه السلطان بناء سجن ضخم تحت الأرض لا يستطيع أحد أن يهرب منه، ويسع قرابة 40,000 سجين، وإن نجح بذلك فله حق النجاة والحرية. ونجح بالفعل البرتغالي قارة في تصميم حبس قارة كما أراد السلطان. وعلى ذكر الحرية ووعد السلطان له بالخروج، فيقال أيضا أنه طلب المهندس أن يصممه بمخرج واحد فقط، وأي سجين يستطيع إيجاده له كامل الحق بالخروج بشكل طبيعي، ولا تتم مساءلته أو مطاردته، ولكن إيجاد ذلك المخرج والهرب شبه مستحيل، لأن السجين الذي يود الهرب منه قد يظل لأيام طويلة في البحث دون جدوى، وبفعل التصميم الذي يشبه المتاهة يظل السجين يدور حول نفس المكان، بالإضافة إلى عوامل الظلام والجوع والعطش والهلاوس والضغط النفسي والخوف، ومحاولة العودة من حيث جاء رفقة باقي السجناء. وهناك أيضا من يقول إن تسمية هذا السجن الغرائبي يعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، حيث كانت السلطات الفرنسية تستعمل هذا المكان تحت الأرض لسجن مقاومة المغاربة، وكان حارس السجن أقرعا ليتم تداول وتحوير نطق هذا اللقب إلى قارة. ويحيط بسجن قارة العديد من القصص التي يختلط فيها الحقيقي بالمتخيل، وتتناسل الحكايات في شأن هذا السجن وسكانه من الجن، حيث يروي الأهالي أن سجن قارة المرعب والغريب الذي جن فيه الكثير ومات الكثير داخله جوعا وعطشا، وباتت أرواحهم تثير الإزعاج، فصار بعد أن خال من السجناء لعقود مسكنا لكائنات جنية ولأشباح، وتنبعث منه أصوات صراخ وبكاء وأصوات ضرب وتكسير الحجارة. وقد أصابت لعنة سجن قارة بمكناس فريق استكشاف فرنسي الذي غامر في تسعينيات القرن الماضي بالدخول إليه بهدف الاكتشاف والتوثيق، فقاموا فعلا بتوفير ما يلزم من مؤن كافية ومعدات لازمة، ونجحوا في دخول متاهة لم ينجحوا في الخروج منها أبدا. فدخول قارة ليس كخروجه طبعا، لأنه لا توجد إمكانية هناك للخروج أصلا، فلم يظهر أثر بعد لهذه البعثة إذ ابتعدتها متاهات قارة كما ابتلعت الكثيرين قبلهم. هذه الحادثة دفعت السلطات المغربية إلى بناء سور داخل هذا السجن يحد المسافة المسموح بزيارتها في أمطار قليلة لا يتيه فيها الزائر، مع تزويده بالإنارة. فمنذ سنوات طويلة وهذه المتاهة تحت أرضية لم تعد سجنا، لكن الغموض لا زال ساكنا بين سرادبه القديمة، وقصته لا زال يحوم حولها الكثير من الغموض، وأنه سجن رهيب تسكنه الأرواح ولم يفلح أبدا أحد في الخروج منه.
إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.